دي مش شاورمة مطعم، دي شاورما عاملاها في البيت لابنها. بيت المانجا اللي انت شايفها قدامك دي ب 85 جنيه تقف عليك. اهلا بيكم في مقارنة احسن كيلو شاورما مصري يا جماعة. المرة دي بقى الشاورما مصري، واول واحد معانا هو سمسمة الشهير، وما نقدرش ما نجيبش ابو حيدر المرة دي في مقارنة الشاورما اللحمة. ونعمة معانا برضك، ورابع واحد القيصر والعيش الفينو. ويلا بينا نبتدي بنعمة. وكيلو الشاورما عند نعمة عقبال ما وصل لنا وصل ب 965 جنيه يا جماعة. تعالوا بقى احنا هنوزن كل الناس دي ونشوف الناس دي باعتة كيلو ولا لا. هنا نحس ان في فقر في الحوار ده. المفروض ربع كيلو، يعني اقلهم في الشنط، اقلهم في الشنط وجاي على 4/4، وكل ربع معاه طحينه ومفيش عيش. وصافي كيلو الشاورما ب 875 يا جماعه، و90 جنيه توصيل لحد مصر الجديده اللي بيطلب. وده منظر الشاورما المصري، حاطين لنا خضار كتير واتمنى مش مشكله، المهم اللحمه تكون تطلع حوالي كيلو حتى. احنا هنسمي الله وان شاء الله يا نعمه تكسبي، لان يعني عايز اقول لكم ان ناس رشحوها لي بايه بقوه، وهي لها تاريخ الصراحه يعني. بسم الله. كيلو الشاورما عند نعمه 970 جرام، ولكن دي حاجه بسيطه بس حرام. انا شايف ان الكيلو فيه كميه خضروات كتير. طيب هندوق كده حاف بعد اذنك بدون معلقه، ويقول لك اضرب بالخمسه. وزي ما بيعمل بتاع الشاورما بايده، عشان ما تقولش انت بتاكل بايدك ليه، هنا انا لابس اهو جلافز. لا املى السندوتش بزياده، زود. لا كده كويس عشان يكفينا. انا ببقى عايز ازعق. واديله شويه طحينه من على الوش. يا اختي ايه روق يا عم الكلام بقى، اظبط كده. وتقريبا كيلو الشاورما يعمل حوالي 10 سندوتشات. لما حطيناها في عيش الكايزر ليها طعم مختلف، ما تاكلهاش ساده كده. بس في نعمه انا حاسس ان الخضار كتير. ممكن يوسف بص حاسس الخضار كتير اوفر اكتر من اللحمه. يعني بالنسبه لي ده نص كيلو لحمه وعليه نص كيلو خضار. طعم اللحمه واضح ماشي، بس طعم الخضار طاغي كتير قوي. حاسس ان الموضوع ازيد من طبيعي، صح؟ هل الاثنين اللي جايين دول فيهم نفس الكلام ولا لا؟ اقول لك ايه، خش على بعض. ايه تاني واحد معانا الشهير في الشاورما المصري سمسمها، والكيلو ب 800 جنيه غير التوصيل عشان طلبناه من على مرسول وصل